طيب انا عايز اسال مهندس محمد ابراهيم نافع، تاثير ده على الخضار والفاكهه مصيبه. انا بس عايز استكمل حاجه اتفضل اخونا الكبير الحاج محمد. السياسه الزراعيه والدوره الزراعيه اللي ما بقتش موجوده خلت في فتره من الفترات عدايه الطماطم بتتباع ب 150 جنيه 270 جنيه كمان وصل. العدايه القفص احنا يعني احنا يعني عارف العدايه بس اللي هي القفص امبارح عندي في سوق الجمله 6 اكتوبر على بعد امتار من هنا اتباعت قفص الطماطم ب 10 جنيه. حصل. لمصلحه مين؟ المصيبه بقى السوداء لما يبقى قفص الطماطم ب 150 جنيه يقول لك الحق التجار الجشعين الفساد مش شغل. ال طب النهارده القفص اللي بيتباع ب 10 جنيه ده لمصلحه مين؟ طب ايه السبب؟ على فكره ابو 10 جنيه ما انا هقول لحضرتك السبب. ابو 10 جنيه ده بيتباع جمله يعني اتصرف عليه مش اقل من 7 جنيه عقبال ما يجيني في سوق الجمله. اقسم بالله ال10 ما تجيب. لا معلش خلينا يعني نقول اقسم بالله ال10 يعني كويس. يبقى النهارده الفلاح بيكسب ايه؟ الفلاح حضرتك للاسف موجود في ميدان عام وكل اللي معدي بيلطش فيه. نبلع حرام. نبلع. ويوم ما فكرنا ان احنا الاراضي الزراعيه والسكن مش عارف البنى على الاراضي الزراعيه الفدان طبعا النصيحه ظهرت في ايه بقى؟ قال لك لا اللي يجي يقنن وضعه بدل ما كانوا بيقننوا وضع زمان الفدان ب 2000 وب 3000 جنيه للناس اللي بتزرع في البلد دي. قال لك لا الفدان يبقى ب 100000 جنيه. ليه؟ النهارده حضرتك الراجل اللي بيزرع اديله الفدان ببلاش. ده راجل بياكلك. جالها السادات الله يرحمه. ايوه والراجل اللي هيقلبه مباني بيع له الفدان ب1 مليون جنيه. انما ما تساويش ده بده ما ينفعش حرام. طيب اروح للدواء.